جمهور افريقيا مرحبا بكم في العدد 16 من افريقي نيوز. كالعاده البدايه بكره القدم وانتهت المباراه الدوليه الوديه اللي جمعتنا بمنتخب نجوم القدس بفوز فريقنا 2-0 اهداف معتز الزمزمي وبسام الصرافي. المباراه اللي جاءت بتنظيم مشترك بين نادي وجي اتلتيكس واللي شكلت جسر للتواصل مع شقائنا الفلسطينيين، والشكر موصول من الهيئه المديره برئاسه الدكتور محسن الطرابلسي للسيد فيرجي تشامبرز حرصه الكبير على انجاح هذه المباراة إلى جانب دعمه اللامشروط القضية الفلسطينية والنادي الأفريقي. مباراة كانت عندها أبعاد رمزية ورسالة نبيلة تجمع تونس وفلسطين في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رسالة تضامن مع الشعب يقاوم يصمد، رسالة شكر كذلك لجماهيرنا رغم برودة الطقس والأمطار. مباراة دارت وسط الأسبوع لأنه كان حاضر بأعداد كبيرة وقدم لوحة فنية في الفراج. نبقى مع المباراة الحدث حيث تم تنظيم سهرة بين الوفد الفلسطيني والنادي الافريقي. حفل كان حضر فيه رئيس النادي الدكتور محسن الطرابلسي وبعض اعضاء الهيئه المديره والوفد الفلسطيني اللي حضر في تونس، من بينهم امام المسجد الاقصى الى جانب سفير دوله فلسطين بتونس ونائب محافظ القدس وشخصيات اخرى. تم خلال الحفل تلاوه القران الكريم بصوت الشيخ محمد علي العباسي الى جانب عرض شريطين مصورين يوثقان الاخوه الفلسطينيه التونسيه ولوحه فنيه تشكيليه من انجاز الفنان سعيد زيدان المصري. ودخل الحفل تكريمات عديده لاعاده شخصيات يترأسها الدكتور محسن الطرابلسي. بالطبيعه اهداف اللي ترسمت من الاول وصلنا لها، يعني من الاول هي كانت مباراه قدم ومن بعد ولات انتهت بحفل ممتاز قاموا به الاخوه الفلسطينيين، يعني حضروا كل شيء وشفتوا يعني الرسام اللي جاء والفنانين اللي جاوا، واغنيه هذيك كانت يعني من اهداء يعني الشعب الفلسطيني من القدس للنادي الافريقي، شعب النادي الافريقي، ونشكرهم برشا. ونحن نشكر النادي الافريقي ونشكر جماهير النادي الافريقي. نقعدوا مع الفوت والاطار الفني منح راحه للملاعبيه 9 ايام قبل استئناف التدريبات اللي مقرره ترجع نهار 8 ديسمبر. الملاعبيه الكل في صحه جيده وباش يستأنفوا التدريبات الكل باستثناء بلال ايت مالك اللي كان اجرى عمليه جراحيه ناجحه وباش يبدا في البرنامج التاهيلي قبل العوده تدريجيا مع المجموعه اللي تعرف كذلك غياب مهاجمنا فراس الشواط اللي شارك مع المنتخب الوطني في كأس العرب. بالتوفيق ليه ولمنتخبنا. في بطولة الشبان مرحلة البلاي اوف الجولة الثالثة تلعبت اليوم في الميني بي، التعادل 1-1 مع مستقبل مرسى. في الكادي بي فريقنا كان فاز فورفي في جابس قدام مستقبل جابس كادي ا. الانتصار كذلك 3-0 لولادنا قدام المستقبل الرياضي بالمرسى، اهداف اياد بن عياد، ايوان خوري وريان شبيل. مينيما الفوز لينا قدام مستقبل الرياضي بالمرسى. في المينيما الفوز لينا قدام مستقبل الرياضي بالمرسى. في الجونيور التعادل على مستقبل الرياضي بالمرسى. في النخبه كان الانتصار كذلك على مستقبل الرياضي بالمرسى. نتعداو للهوند ونهار الاربعاء مباراتنا مع البعث الرياضي ببني خيار في قاعه الجورجاني بدايه من مطلثه. نذكروا بالترتيب الفريق في المركز الثاني بفارق الاهداف مع المتصدر برصيد 43 نقطة. في الكبريات نشاط البطولة متوقف في ظل مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم. خماسي متواجد في البطولة من بناتنا، نحكيو على الحارسة بسمة صفر، فدوى عويج، مروة الذوادي، هدى رميزة وفاطمة البوري. في الباسكيت التدريبات متواصلة في انتظار استئناف نشاط البطولة لما توقف بسبب مشاركة المنتخب الوطني في النافذة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. منتخبنا كان حقق الانتصار في أول زوز مواجهات قدام نيجيريا وكذلك رواندا، وتألق لافت لملاعبيتنا في المباراة الأولى عمر عبادة وأسامة المرناوي أكثر المسجلين للنقاط، نقاط كانت حاسمة في فوز منتخبنا. عمر عبادة 29 نقطة في الماتش الأول و5 اسيست، وكذلك 25 نقطة لأسامة المرناوي. وفي الماتش الثاني البارح قدام رواندا تألق فيه جوهر الجوادي بتسجيله ل 21 نقطة مقابل 20 لعمر عبادة. في الفولي بناتنا يحققوا الانتصار الثالث على التوالي حساب مستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجة 3 أشواط نظيفة في قاعة الجورجاني في ختام مباريات الذهاب للمرحلة الأولى من البطولة. الماتش الجاي لبناتنا باش يكون قدام فتيات السي اس اس في قاعة الجورجاني لحساب الجولة الأولى. الافريقي نيوز اليوم فات، نتقابلوا الأحد الجاي. الافريقي تعيش.